ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده كيكه لذيذه جدا جدا على 3 طبقات، طعمها في منتهى الجمال ما يتشبعش منها، وطعمها طبعا مميز عن اي كيكه تانية جربتيها. والكيكه بتاعتنا برضو النهارده اقتصاديه جدا جدا، مش هنحتاج لعملها غير نص كوبايه دقيق وبيضه واحده بس، مفيش اسهل من كده. متاكده ان انتوا هتعتمدوها في كل مره حابين تاكلوا حاجه حلوه واقتصاديه غير مكلفه في نفس الوقت. تعالوا بينا نسمي الله ونبدا على طول في الوصفه بتاعتنا، بس يا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه لو لسه بتشوفوني لاول مره. هنبتدي اول حاجه بتحضير الطبقه الاولى. عباره عن ايه مكوناتها؟ عباره عن نص كوبايه سكر، نص كوبايه دقيق، ونص كوبايه حليب، نص كوبايه زيت، وبيضه واحده بدرجه حراره المطبخ، وكمان ذره ملح، معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، ونص معلقه صغيره من الفانيليا السايله او البودر المتوفر فيهم عندك. وطبعا هي مش محتاجه الخلاط ولا حتى عجان. تعالوا بينا في بوله فاضيه هنبتدي ننزل بالبيضه بتاعتنا وعليها ذره الملح ونص كوبايه السكر، وهنبتدي نضربهم بالمضرب الكهربائي او بالمضرب اليدوي المتوفر فيهم عندك. هنخفقهم كويس جدا، بس طبعا ما ننساش نضيف نص معلقه صغيره من الفانيليا السايله. هنفضل نخفق فيهم كده بالشكل ده لحد لما لون البيض يفتح معايا وطبعا السكر يدوب تماما. طبعا تقدروا تعملوا الخطوة دي في الخلاط مفيش مشكلة. خلاص بعد ما خفقنا البيض هنبتدي ننزل بنص كوباية من الزيت، نص كوباية من الحليب، ونص كوباية من الدقيق، وعليهم طبعا معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. اظن مفيش اسهل من كده. لو حابين طبعا تضاعفوا المقدار او تعملوا الكميه اكبر من صينيه الكيكه دي، فهتضاعفوا كل المكونات اللي قلنا عليها. يعني بدل نص كوبايه دقيق هتبقى كوبايه دقيق، كوبايه زيت، كوبايه حليب، كوبايه سكر. فاهمين؟ بنضاعف كل حاجه عندنا. الوصفه سهله جدا جدا، طعمها بجد يعني انتوا لما هتجربوا هتعرفوا قد ايه هي اقتصاديه وجميله جدا جدا. بنفضل نخفقها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده جهزت معايا، هنركنها على جنب وهنجيب الصينيه اللي احنا هنسوي فيها. هننزل فيها بمعلقه كده من الزيت، وطبعا الفرن بتاعنا كان متشغل وعلى اقل درجه حراره عشان يبتدي يسخن معايا. تمام. الصينيه اللي انا هعمل فيها هننزل فيها بمعلقه زيت وربع معلقه صغيره من الدقيق، وهنبتدي نبطنها بالشكل اللي شايفينه ده. طبعا بطناها بالشكل ده هنبتدي ننزل بالكيكه بتاعتي، وبتدخل على فرن متسخن مسبقا في الرف الوسطاني على درجه حراره 180. هتقعد ربع ساعه او لحد لما تختبريها. بعد ربع ساعه افتحي الفرن واختبريها وشوفي اذا كانت استوت بتبتدي تطلعيها. بس اكيد قبل ما نطلعها لو لقينا ان حراره الفرن ما حمرتش الوش، فهنشغل الشوايه على 160 وكل شويه نلف الصينيه علشان تاخد لون احمر جميل هتشوفوه دلوقتي. ودلوقتي تعالوا بينا نحضر الطبقه الثانيه. عباره عن ايه؟ عباره عن 3 معالق كبار من النشا، 3 معالق كبار من السكر، و3 كوبايات من الحليب. في كسرولة فاضية هننزل بالنشا وعليه السكر، وهنضيف الحليب. وطبعا السكر ده حسب الرغبة، يعني ممكن نزود السكر عن كده لو حابين. وهنديلهم كمان نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وهندوبهم كويس جدا على البارد بالشكل ده. وبعد كده هنبتدي نرفعهم على النار ونقلب بقى تقليب مستمر لحد لما يبتدي يتقل معايا. هنضيف مكون لذيذ جدا هيعزز الطعم معاكي. عبارة عن ايه؟ عبارة عن مكعب من الزبدة، مكعب كبير من الشوكولاتة، معلقتين كبار من القشطة. دي كانت قشطة عندي في الفريزر علشان كده محببة بالشكل ده. هنقلب لحد لما يبتدي ايه الحاجات دي تدوب معايا ويبتدي يعمل البقليل دي بالشكل ده او الفقاقيع دي. يبقى خلاص هو كده قرب ان هو يستوي. تقليب بقى مستمر وخلاص كده الطبقة التانية بقت جاهزة معايا. الحاجات دي يا جماعة اللي هي الزبدة والشوكولاتة والقشطة لو متوفرين عندك ضيفيهم، لو مش متوفرين عادي جدا تقدري تستغني عنهم مفيش مشكلة. الكيكة بتاعتنا كانت طلعت من الفرن شايفين مستوية وزي الفل، ولونها كمان خطير. لازم الكيكة بتاعتي تبرد تماما. بعد كده لما تبرد تماما اضيف الطبقة التانية. يعني مبدأش اجهز الطبقة التانية غير لما الكيكة تطلع من الفرن. اضمن ان الكيكة طلعت من الفرن واستوت وتمام، اسيبها تبرد على الرخامة بالشكل اللي شفتوه. بعد كده هبتدي اجهز الطبقة التانية اللي هي البيضة اللي انا ضفتها دي، علشان لو حطيتي الطبقة التانية على الكيكة وهي لسه سخنة الكيكة هتهبط ومش هتكون لذيذة خالص. فاهمين قصدي؟ فعلشان كده يفضل نطلع الكيكة نسيبها تبرد، بعد كده نجهز الطبقة التانية ونصبها وهي سخنة زي ما هي، علشان لو سيبناها بره هتبتدي ان هي تمسك في بعضها. بعد ما صبينا الطبقة التانية هنركنها على جنب ونسيبها بقى ايه تمسك في بعضها. وتعالوا نعمل الطبقة الأخيرة. في بولة عندي فيها ربع كوباية مية هننزل عليها بمعلقة كبيرة من النشا ومعلقة كبيرة من اللبن البودرة. تمام. هنقلبهم بالشكل ده
هندوبهم كويس جدا جدا وهنركنهم على جنب. وتعالوا بينا نشوف هنعمل ازاي طبقة الكراميل على النار. وعشان نعمل صوص كراميل ناجح اللي هو هيكون الطبقة الأخيرة، لازم نجيب كسرولة واسعة أو حلة واسعة، أي حاجة واسعة بالشكل ده، هنحطها على نار متوسطة ونبتدي ننزل بنص كوباية سكر. طبعا ما بنضيفش أي مادة دهنية ولا أي حاجة خالص، يا دوب بنفضي السكر على الكسرولة الناشفة اللي على النار بالشكل ده، ومش هنقلب بمعلقة أو بأي حاجة، هنسيبها على نار واطية جدا، وكل شوية نحرك الكسرولة زي ما انتوا شايفين كده. تمام، لحد لما السكر بتاعي كله يدوب تماما. النار تكون واطية جدا علشان طبقة الكراميل ما تتحرقش معاكي. بعد كده لما نلاقيه كله بدأ ياخد لون، هنبتدي بقى دلوقتي نستخدم المعلقة، هنقلب كده بالشكل ده، وطبعا هيكلكع معاكي مفيش مشكلة خالص، هتستمري في التقليب لحد لما يبتدي يسيح كله. بعد ما يسيح هتنزلي بمكعب كده من الزبدة، ورفعتها من على النار علشان ادوب الزبدة من غير ما الكراميل يتحرق معايا. بعد ما الزبدة تسيح ببتدي ارجع الكسرولة تاني على النار، وبعد كده هنضيف نص كوباية من المية، مية حنفية عادي خالص او من الفلتر. تمام، هيبتدي يفور معاكي كده ويكلكع، خلي بالك تكوني بعيد شويه، وشك بعيد، وتبداي ان انت تقلبي نفس النار، نار متوسطه، هتبداي تقلبي تقليب مستمر، هيبدا يشرب الميه وهيبتدي يفك، هيكلكع في الاول وبعد كده هيبتدي يفك معاكي تاني خالص. تمام، بعدين هنبتدي نضيف بقى المكون اللي احنا عملناه على جنب، اللي هو كان ربع كوبايه ميه، معلقه حليب بودر ومعلقه نشا، وهنضيفهم وبرده هنستمر في التقليب بالشكل ده. هيبدا يحصل فوران، ما تقلقيش منه خالص، هيبدأ يتقل معاكي الخليط. اول لما يبتدي يوصل للقوام ده كده، هتبدأي تفضيه في حاجة وترفعيه من على النار. تمام، وخلاص الطبقة التانية اللي هي كانت على الكيكة كانت مسكت وبقت عاملة زي المهلبية الناشفة، انتوا فاهمين؟ فبعدين بنبتدي ننزل، بس هي طبعا مش ناشفة، ده هي حاجة كده جميلة قوي هتشوفوها معايا دلوقتي. بعد كده بنبتدي ننزل بالطبقة الأخيرة اللي هي طبقة الكراميل، وبنبتدي طبعا نوزعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، طبعا انا كنت عملت وصفة شبيهة لدي، بس يعني فيها اختلاف بقى، التانية كانت كيكة شوكولاتة، وكانت الطبقة الاخيرة كانت جيلي، فبجد كانت برضو في حتة تانية ممتازة جدا جدا، جربوها تعجبكم. بعد ما فضينا الطبقة الأخيرة هنا بالشكل ده، هنسيبها بس على الرخامة كده شوية، بس حوالي مثلا تلت ساعة، وبعدين هنبتدي نقطعها بالشكل ده. قطعوها بقى بالحجم اللي انتوا حابينه، لو حابين تسيبوها وقت أطول تتماسك أكتر مفيش مشكلة، لكن علشان الجو برد فهي ما أخدتش وقت وكانت تماسكت وزي الفل. زينيها بقى بأي حاجة عندك، مثلا فرماسيل أو مثلا فستق، جوز هند، اي مكسرات او اي حاجه موجوده عندك حابه تزيني بيها. تقدري تعمليها لضيوفك في عزومه مثلا، بجد كل اللي هيدوقها من ايدك هيشكرك عليها. كمان ممكن تعتمديها كتحليه سهله سريعه اقتصاديه في رمضان، او تعمليها لاولادك في اي وقت يكونوا حابين ياكلوا حاجه اقتصاديه سريعه ما بتاخدش وقت، كل اللي هيدوقها من ايدك بجد هيشكرك عليها. وهنا انا كنت حابه اوريكم قد ايه هي جوسي، يعني حاجه كده بتتقطع معاكي كده، وطبعا مذاقها حلو قوي قوي، السكر اللي فيها مظبوط بالملي. لو حابين تعملوها وتطلع ناجحه من اول مره، اتبعوا كل المقادير اللي انا قلت عليها في الفيديو. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم طبعا، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك للفيديو، حطوا لايكات كتير علشان الفيديو يترفع وكل الناس تقدر تجرب الوصفه الجميله دي. ويا ريت اللي بيشوفني لاول مره ينزل حالا يشرفني بالاشتراك، هتلاقوا كلمه اشتراك مكتوبه باللون الاحمر تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول، وشيروا الفيديو لو حابين، وما تنسوش تكتبوا كومنت جميل زيكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، مع السلامه.